انا دلوقتي مش لاقي حد يشجعني، او مثلا احيانا ان ممكن تكوني بتودي ولادك عند ماما، بتوديهم عند حماتك وهم برضو مش مشجعين على كده، انت ممكن تعملي حاجه وهم يعملوا العكس. نتصرف ازاي في الموقف ده يا؟ وكمان في حاجه، لو الاب نفسه اصلا ما عندوش حتى مبادئ الاتيكيت، هو مش عايز يتعامل بالاتيكيت وبيقول الفاظ مش كويسه، او العكس برضو، يعني ممكن تكون الام نفسها هي اللي بتقول الالفاظ، تكون عصبيه، تكون بتتعامل مع الاطفال بشكل مش كويس، وهي مش ويكون الاب هو اللي عايز ان هو يعلم ولاده الاتيكيت ومبادئ الاتيكيت. فالتصرف ساعتها يبقى ازاي؟ تمام. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب نموذج او مثل اعلى للطفل. يعني مثلا الطفل دايما بيكون شايف باباه هو نموذج او مثل اعلى يحتذى بيه ومتاثر جدا بيه. لا، هنجيب له بقى نماذج خارجيه. يعني شفتي باتمان والسوبرمان والنماذج لا يعني حاجه شبه كده. يعني الاطفال بقوا متاثرين جدا بباتمان وسوبرمان، عايزين يبقوا زيهم، والبنات كده برضو بيقلدوا مثلا موانا والاشخاص بتاعه ديزني، الشخصيات لا، احنا عايزين بقى نعمل لهم امثله، مثل اعلى يحتذى بيه، الطفل يبقى دايما معجب بيه، عايز يعمل زيه ويقلده. المثل الأعلى بقى ده الأم هي اللي هتخلقه من واقع الحياة. يعني هي شايفة مثلا ابنها ميال ايه الأكتر، بيحب ايه الأكتر، وبنتها ميالة الكاركتر ايه أكتر. مثلا بنتها بتحب سندريلا، تيجي بقى انت عارفة ان سندريلا كانت ما بتقولش ألفاظ، وتخلق لها قصة في خيال البنت عن سندريلا وسلوكياتها الأنيقة وأخلاقياتها. بترسم صورة على فكرة في ذهنها. أيوة، ما هي الصورة دي اللي هتخلي البنت الطفلة اللي هو أنا عايزة أبقى زي سندريلا، فهعمل إيه؟ حلو جدا. هقعد كده اتيكيت، همشي كده اتيكيت، هتكلم كده اتيكيت. فاهماني ازاي؟